السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ بقى نتعرف على الجافا سكريبت الداتا تايب. هنغير اسم التايتل بتاعنا الداتا تايب وبرضه نكتبها مكان الجافا سكريبت هنا. تمام جدا. ونيجي نرن الصفحة بتاعتنا الداتا تايب ان الجافا سكريبت. طيب واحدة واحدة بقى ونفهم بالتفصيل الداتا تايب. هنعرف كل ده في الداتا تايب ان شاء الله. قبل ما نعرف الحاجه دي انا معظم الريسورسز بتاعتي يا اما يكون كتب او مواقع زي التوتوريال بوينت او الW3 سكول، مواقع بسيطه عشان اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه ان شاء الله. تمام، نبدا بقى الداتا تايب. يعني ايه اصلا كلمه داتا تايب؟ من اسمها داتا معلومات مثلا، طيب انواع الحاجات اللي انا بكتبها في الفاريبل بتاعتي. تمام جدا. هنيجي نبدا واحده واحده نعرف نفهم الكونسبت اوف داتا تايب. مثال بسيط عشان نفهم الدنيا بتاعتنا. هقول مثلا var x بتساوي 5. الvar x بتساوي 5 ده رقم، يعني 5 ده نمبر، اول نوع عندنا نمبر. هل ينفع يعني انا دلوقتي عشان نفهم هشرح لكم بس جزئيه النمبر والسترنج. النمبر بكتب مجرد رقم وهرجع لهم تاني عشان اوضحهم بالتفصيل، والسترنج بكتبه بين دبل كوتس حاجه زي كده. مثلا اكتب هنا كلمه سترنج، هنا بكتب السترنج يا اما بين دبل كوتس او سنجل كوت. طيب انا عايز اوضح ايه. هل ينفع اعمل كونكاتينيشن اللي هي علامه الزائد بين السترنج والنمبر؟ يعني لو كتبت كده var x بتساوي سترنج زائد 5 وعملت اليرت للاكس، تتوقعوا ايه اللي يطلع؟ قال لي لو انت ضفت السترنج، يعني ضفت رقم على سترنج، يعني كاتب السترنج الاول وبعد كده مش كلمه سترنج اي كلمه طبعا، مثلا هكتب هنا جافا سكريبت مثلا، ضايف النمبر على الجافا سكريبت او على السترنج اللي عندك، يعني السترنج مكتوب الاول وبعد كده الرقم، فبيعتبر ان اللي انت كاتبه كله سترنج. يعني هيطلع ايه؟ هيطلع جافا سكريبت 5. نجرب نعمل ريفريش فطلع لي الجافا سكريبت معموله جنبها رقم 5. تمام جدا. طب لو عكست، يعني مثلا لو انا كتبت هنا كده مثلا 5 زائد 6 زائد 7 مثلا زائد الايه السترنج بتاعي. هل لو انت ضفت السترنج على مجموعه ارقام لا في فرق؟ ساعتها هنا هيمشي من الشمال، هو على طول بيمشي من الشمال لليمين، فهيمشي من الشمال هيلاقي الارقام كلها مجموعه فيجمعها فعلا 5 زائد 6 زائد 7 وبعد كده يكتب لك كلمه جافا سكريبت. تعالوا نرن، فجمع لي فعلا 5 زائد 6 7 18 وكتب لي جنبيها كلمه جافا سكريبت. يبقى نفهم الكونسيبت بتاع الفاريبل. قال لي اول حاجه ما ينفعش اضيف ارقام مجموعه ارقام. يعني لو كتبت كده غيرت بس كده كوبي كات حطيتها هنا كده زائد وشلت الزائد دي، ايه اللي هيطلع؟ قال لي لو ضفت ارقام، يعني ارقام اهو على سترينج، يعني السترينج مكتوب الاول كده ارقام، هيعتبر كل ده سترينج. لكن لو ضفت اهو ريفريش فاعتبر 5 6 7 ده كله سترينج. تمام. طب اما لو ضفت السترنج على الارقام، يعني الارقام مكتوبه الاول، لا بيجمع الارقام سواء مضروبه كمجموعه مطروحه وبعد كده يضيف الايه السترنج بتاعي. ده كان اول حاجه لازم نفهمها في الداتا تايب. تمام جدا. طيب اول حاجه بقى قال لي نعرف ايه الانواع اللي بكتبها للفاريبل بتاعتي. طيب اول حاجه هنشتغل مثلا على فاريبل اسمه اكس. اول حاجه النمبر، يعني بتأساين نمبر مثلا ارقام 5 2 3 10 15 20 ارقام، ده كده نوعه نمبر. يبقى اول حاجه في الداتا تايب بتاعتي النوع نمبر اللي هو تأساين نمبر للفاليو بتاعك للفاريبل بتاعك. تمام جدا. زي مثلا var y بتساوي 15، var z بيساوي 20. كل ده كده انا بقول لك ان الداتا تايب بتاعه كده ده نمبر. تمام جدا. طيب تاني حاجه السترنج، انك تقول ان الفار اكس مفيش بقى زي البرمجه اكتب هنا كلمه سترنج او انت او بوليان او الحاجات دي، لا هو انت بس فار دي على طول ثابته وبتغير بس القيمه اللي هنا
وهو ده والمتغير يتمحور على اساسها. لو كتبت مثلا رقم يبقى ده انتجر، لو كتبت اسم ده بوليان يبقى مش عارف بوليان، لو كتبت سترينج يبقى سترينج، وهكذا. السترينج بكتبه بين دبل كوتس. اكتب هنا مثلا جافا سكريبت اند مثلا جيكويري، وهطلع الاليرت او دوكيمنت دوت رايت سواء الاوتبوت اللي احنا عايزينه، هيطلع لي الجافا سكريبت اند جيكويري مكتوبه في الاليرت بتاعتي. تمام جدا. يبقى السترينج ممكن اكتبه بين دبل كوتس او اكتبه بين سنجل كوتس زي ما انا. تمام جدا كده. ورن نفس الكلام بالظبط كده. طب لو انا عايز اكتب كلمه جيكويري، يعني هعمل كده، هشيل مثلا ده كله كده واعمل كده، اكتب جافا سكريبت مثلا اند، وعايز جيكويري يكون عليها دبل كوتس برضو كده يعني، وجيكويري جيكويري. لقيت ان اللون بتاعها متغير. ليه؟ لان هو اعتبر ان دي كده كلها سترينج على بعضها ودي قفلتها، وبعد كده كتبت كلمه مش في السترينج اصلا. فقال لي عندك حلين، يا اما تكتب الكلمه اللي انت عايز تكون عليها الكوتس دي سنجل كوت وهتشتغل معاك، يعني سنجل كوت كده، جيكويري اهي هعملها بين سنجل كوت وهترن معاك هيكون عليها سنجل كوت كده. تمام. يا اما تعمل الاسكيب اوبريتور اللي هو ترجع زي ما هو كده تمام كله، تعمل العلامه دي كده، اعتبر الجزئيه كده، اعتبر ان الجزئيه دي كده كلها بعمل اسكيب، ما يعتبرش ان ده ضمن الايه، ضمن الدبل كود دي، اخر واحده اللي هي اللي تبعه، وكاني بقول اسكيب شيل دي وشيل دي. لما تيجي ترن هتلاقي الاثنين موجودين. تمام جدا. يبقى انت لو عايز تعمل دبل كود جوه دبل كود عن طريق الاسكيب، لو عايز تعمل كودز جوه الكودز يبقى ممكن تعمل اللي بره دبل كود واللي جوه سنجل او العكس. تمام جدا. ده كده السترنج بتاعي. ثالث حاجه البوليان. ايه هو البوليان؟ قال لي هو قيمتين، يا اما ترو يا اما فولس. بتكتب كلمه ترو او تكتب كلمه فولس، دي معناها البوليان، يا اما صح يا اما غلط. مثلا انا جيت مثلا عملت فاريبل قلت القيمه بتاعته ب2 وهسال بقى هل فعلا ان القيمه بتاعته ب2، يقول لي اه صح. كلمه صح دي ان ده بوليان، فعلا صح. لو جيت كده عملت اليرت الاكس هيطلع لي كلمه فولس، ما هو ده بوليان. او برضو ترو. في التطبيقات هنفهم اكتر البوليان وال الترو والفولس ان شاء الله. يبقى البوليان ده عباره عن ترو او فولس، بستخدمهم في الكونديشن كتير. تمام. نعرف اللي هي يعني ايه جافا سكريبت هاز دايناميك تايب. يعني مثلا دلوقتي احنا عرفنا دلوقتي النمبر والايه والسترينج والبوليان. الفار اكس بتساوي مثلا 5 كده، اتعرف ان الاكس ده بقى نمبر، بما اني معرفه نمبر بقى نمبر. بعد كده قلت فار اكس تاني بيساوي، كتبت كلمه جافا هنا كده، اتعرف على انه ايه؟ اتعرف على انه سترينج. بعد كده فار اكس تاني بيساوي ترو. هل ده ينفع؟ ينفع عادي. ينفع الفاريبل الواحد تعمل له كذا اساينمنت، يعني دايناميك تاب، يعني يبقى شويه نمبر يبقى شويه سترينج يبقى شويه بوليان وهكذا. ينفع عادي جدا. يبقى معنى كلمه هاز دايناميك تايب يعني اقدر اساين ليه كذا تايب، سواء نمبر سترينج بوليان اري اوبجكت، الحاجات دي كلها. تمام جدا. يبقى عرفنا كده الداتا تايب اللي هو الكونسبت، عشان ما ينفع جزئيه ان انا اضيف سترينج على نمبر. عرفنا ان هاز دايناميك تايب ينفع اقول لمتغير واحد انت تكون شويه سترينج تكون شويه نمبر تكون شويه مثلا بوليان وهكذا. عرفنا السترينج بتتكتب ازاي، عرفنا النمبر وعرفنا البوليان. نخش بقى على الاري. بكتب ازاي الاري في الجافا سكريبت؟ الاري يعني حاجه بعمل بيها، بحط مجموعه بيانات في اري بخزنها في مكان اسمه اري. ازاي؟ اكتب مثلا var y بتساوي، بعرف الاري عن طريق الاقواس دي وتكتب فيها المعلومات اللي انت عايزها كلها. عايز مثلا نمبر 1 و2 و3 و4 و5 و6 كده، انا عرفت في الواي ده كل الاري دي. طب انا اوصل للاليمنت الاول ازاي، او الاليمنت الثاني ازاي، او الثالث ازاي وهكذا؟ قال لي عن طريق الاندكس. يعني ايه؟ يعني كل
رقم من دول ليه حاجه اسمها اندكس، ليه رقم تاني. اول عنصر الاندكس بتاعه 0، تاني عنصر الاندكس بتاعه 1 وهكذا، بيبدا 0 1 2 3 4 وهكذا. يعني لو عايز اطلع القيمه 1 بقول له ايه؟ هقول له alert الواي اوف ايه؟ اوف 0. كده انا بقول له هات المكان، اول مكان عندك في الاري اللي اسمه واي. دي كده هيطلع لي رقم 1. هعمل ريفرش فطلع لي فعلا رقم 1. قلنا لاي اري اندكس. يعني ايه اندكس؟ العناصر اللي مكتوبه جوه الاري دي ليهم الارقام بيبدا من 0 لحد اخر عنصر عندك. يعني انت عندك 6 ارقام، يبقى هو اي اول عنصر على طول بيبدا من 0 0 1 2 3 4 5 6. يعني لو عايز اوصل رقم ده الاندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه 5. ريفرش الاندكس بتاعه 5. تمام جدا. طيب انا هعمل الاري ده استرنجات. هعمل مثلا ده نمبر 1 مثلا، وهكرر الجزئيه دي. تعمل السترنج، تعمل الارقام اللي انت عايزه كله. هعمل مثلا ده كلمه ترو، مفيش مشكله، وهعمل ده فولس. عايز اطلع السترنج رقم 3، عايز اطلع السترنج ده، يبقى ده الاندكس بتاعه كام؟ يبدا اول حاجه يبدا بصفر 1 2، فخلاص هطلع الواي اوف 2. ريفرش طلع لي نمبر 3 فعلا. طب عايز اطلع كلمه فولس، عد من الاول، ادي 0 1 2 3 4 5، يبقى الاندكس اوف رقم 5 الواي اوف 5، فيطلع لي كلمه فولس. تمام جدا. اضيف مثلا ارقام عادي، مثلا رقم 5 ورقم 10. عايز اطلع الاندكس اللي هو رقم 10، يبقى ده رقم كام؟ الفولس دي رقم 5، يبقى ده 6، يبقى ده 7، فتطلع الواي اوف 7. تعمل ريفرش يطلع لك رقم 10. تمام جدا. يبقى دي الاري بكل بساطه. الاوبجكت يعني ايه اوبجكت؟ قال لي يعني حاجه معينه كده، مثلا انت بتعرف حاجه وتديها شويه خصائص. يعني مثلا اللاب ده مثلا، هقول اللاب ده هديله الاسم بتاعه، مثلا اسمه كذا، الكارت الشاشه بتاعه كذا، الموديل بتاعه كذا، السعر بتاعه كذا. فانت تعرف فاريبل مثلا تسميه لاب، هيساوي عايز تعرف اوبجكت، فبتعمل الاقواس دي. بتكتب ايه بقى؟ بتكتب عن طريقه النيم بتساوي فاليو، وبعد كده تعمل كوما، نيم بتساوي فاليو، وهكذا. طيب نيم كولوم قصدي. مثال اللاب ده مثلا هقول النيم بتاعه مثلا اسمه سامسونج. بعد كده مثلا الكارت الشاشه او كارت مثلا، الكارت مثلا كور. طبعا الفاليو انا اسف بكتبها اي فاليو سترينج بكتبها من دبل كوتس. كور مثلا اي 3. عايز اعرف مثلا الحجم مثلا بتاعه، السايز بتاعه مثلا لارج، اي حاجه مثلا. طيب اعمل بقى الحاجات دي ازاي؟ كده معناه ايه؟ كده انا معرف اوبجكت اسمه لاب. الاوبجكت ده مديله نيم اسمه سامسونج، بتتكتب على طريقه كده النيم دوت فاليو. اول واحد انا مديله اسمه نيم والفاليو بتاعته سامسونج، بعد كده تعمل كوما تعرف الحاجه الثانيه اللي وتعرف الحاجه الثالثه بنفس الايه، نفس السنتكس ده كده بالظبط. عايز اوصل مثلا للسايز بتاعه. كنا في الاري بنوصل ايه؟ عن طريق الاندكس، لكن هنا بتوصل عن طريق الحاجه اللي انت مديها له. ازاي؟ هعمل اليرت مثلا لللاب اوف ايه بقى؟ اوف النيم اللي انت مديها له. يعني سواء نيم، لو انت عايز سامسونج تكتب له نيم، لو عايز الكور اي 3 تكتب له الكارد، لو عايز اللارج تكتب له السايز. انا عايز اللارج فاكتب له اللاب اوف سايز، اللاب اوف سايز، ونشوف كده نرن. تمام. في مشكله لاني كاتب حاجه غلط. انت بتقول له اللاب دوت سايز، هو يعرف لي الثلاثه اللي عندي، لاب دوت سايز مش اللاب اوف سايز. وتعمل ريفرش فيطلع لك لارج فعلا. يبقى انا لو عايز اوصل لاي عنصر من الاوبجكت ده بقول اسم الاوبجكت دوت الحاجه اللي انا عايز اوصل لها. لو عايز اوصل للنيم اقول لاب دوت، يقول لي النيم بتاعك، فيطلع لي السامسونج. تمام جدا. يبقى كده عرفنا الاوبجكت وعرفنا الاري.
ايه بقى التايب اوف اوبريتور ده؟ دي كده كلمه محجوزه بتعرف ان انت تطلع مثلا لو اديته نمبر، لو اديته رقم يقول لك ده نمبر، اديته بوليان يقول لك مثلا ترو او فولس ده بوليان. مثال، هكتب كلمه تايب اوف واقول له مثلا 5 واعمل ريفرش، في حاجه حصلت؟ لا. نقدر نحفظ البتاع ده في متغير او نعمل كده على طول alert تايب اوف 5 واعمل ريفرش فيطلع لي التايب اوف 5 ده ايه؟ نمبر. طب لو قلت له التايب اوف مثلا سترينج، هنا كلمه سترينج، او مثلا جافا، فيطلع لي ده ايه؟ نوعه ده ايه؟ نوعه سترينج اكيد، فيطلع لي نوعه فاين سترينج. طب لو كتبت له مثلا ترو، كلمه ترو، تايب اوف ترو، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بوليان. تمام جدا. مثلا عايز اقول له التايب اوف الواحد والاثنين والثلاثه، اكيد ده اري. تمام. كتب لي ايه بقى؟ كتب لي اوبجكت، لان الاري نوع اوبجكت. يعني لو جيت عملت هنا كده ريفرش عمل لي اوبجكت. ليه؟ لان الاري هو اصلا اوبجكت، يعني الاوبجكت ده نوع اري او كلمه ثانيه هنعرفها كمان شويه. لو انت قلت له برده اللي هو الجزئيه دي، عرفت مثلا ايا كان، هيقول لك برده ان ده اوبجكت. تمام. يبقى سواء عرفت له نمبر هيقول لك نمبر، لو عرفت له اري هيقول لك اوبجكت، لو عرفت له بقى الكلمه اللي احنا محتاجين نعرفها دلوقتي النل هيقول لك ايه؟ اوكي، هيقول لك اوبجكت برضه. يبقى كلمه نل دي برضه اوبجكت. نفهم بقى النل ونفهم يعني اخر نقطه اللي هي different between undefined و different between النل. واحده واحده. هي لو جيت عرفت هنا كده variable x بس، وقلت هنا الفاريبل y بتساوي null، هنعرف الفرق بينهم عن طريق نوعهم. هنيجي نعمل التايب اوف alert التايب اوف الاكس، يا ترى هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي قلناها في الفيديو اللي فات undefined، هيطلع لي الundefined. تمام، يعني الحاجه اللي انت ما تعرفلهاش حاجه، يعني انت عرفت بس مجرد عملت ديكلير للفاريبل ما اساينتلوش او عملتوش انيشاليزيشن لحاجه، فبيقول لك ده undefined. طب لو عملنا اسم ده نوع الواي دي، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي نوعها اوبجكت. هنا ريفرش عمل لي نوعها اوبجكت. يبقى الفرق بين undefined والنوع والنل ان النل من نوع اوبجكت والundefined من نوع undefined. تمام جدا. طب لو جيت قلت له ان النل دي يعني فاضي، طب لو جيت قلت له ان الواي ده مجرد بس كده string فاضي، طب هيقول لي النوع بتاع واي ده ايه؟ هيقول لي النوع بتاعه string. يبقى الفرق بين النل ان النل من نوع اوبجكت، اما جزئيه ان انت تعمل string فاضي ده نوع من نوع string. يبقى تمام كده، عرفنا النوع النمبر والبوليان والاري والاوبجكت وبنعمل لهم اكسس ازاي. الاكسس عباره عن ان انت بتجيب القيمه بتاعته سواء تقول واي اوف 0 او الواي دوت سايز او كده. والتايب اوف اوبريتور عرفنا ان انت بتطلع لك النوع بتاع القيمه اللي انت اديتها له والفرق بين النل والانديفايند. وعرفنا ان الجافا سكريبت هاز دايناميك تايبس، زي ما عرفنا الاكس بتاخد مثلا او الواي بتاخد اشغلها شويه نمبر واشغلها شويه اسمه ده بوليان او سترينج وهكذا. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا.